اوعى تدخل معرض عربيات وتفتكر انك اذكى واحد هناك. الراجل اللي انت بتقابله في المعرض ده لو بقاله سنة واحدة بس في الشغلانة، معنى كده انه قابل مئات بل الاف من العملاء، شاف اللي فاهم وشاف اللي عامل انه فاهم وشاف اللي بينبهر بالعربية اول ما يفرجوا عليها. اول غلطة ممكن تعملها انك تحاول تبين انك فاهم، او انك ببساطة تنبهر بالعربية اللي بيوريها لك حتى مهما كانت عاجباك العربية نفسها او حتى سعرها. طيب ليه؟ لأن أول ما هيكشفك هيبدأ يلعب معاك ألعاب ممكن ما تكتشفهاش غير بعد ما يعدي سنة من شراك للعربية. تكتشف إن العربية فيها أعطال أنت ما كانش عندك علم بيها، لما العربية تبدأ تطلع مشاكل، أو تكتشف ببساطة إنك دفعت أكتر من اللي أنت كان ممكن تدفعه، ده بس لمجرد إنك أنت بينت إن أنت فاهم. والراجل اللي شغال في المعرض يقدر يعمل معاك كده بكل سهولة، شغلانته. مش بقولك خليك شكاك أو تخون، لكن خلي انبهارك جوه قلبك. والمعلومة لو مش عندك خد معاك حد خبير، خد معاك ميكانيكي او افحص عند مركز فحص. ونصيحتي خليك هادي، اسمع اكتر ما تتكلم، وخلي انبهارك جوه قلبك، لان السوق ده اللي بيتكلم فيه اقل غالبا هو اللي بيكسب اكتر. مبروك مقدما.